صحح المفاهيم. كاين مفاهيم غالطه راهي عندنا حنايا، كاين مفاهيم، كاين بزاف امور حنا ظانينها رجله هي ماشي رجله، وكاين امور ظانينها مكارم اخلاق هي ماشي مكارم اخلاق، وكاين غلطه راهي في الاخلاق راهي صايره عندنا حتى عند الناس كبار في العلم غالطين في الاخلاق تاعهم، غالطين واش معناتها الاخلاق، غالطين. ولذلك نعطيك مثال، انا اليوم حنا واش هي الاخلاق عندنا؟ هي معامله بالمثل. ما لقاش عليا السلام ما لقيش عليه السلام، عندنا عزه، ما جاش عيد عليا ما نعيدش عليه، انا مرضت تحت مريض ما زارنيش والله ما نزورو، دايرين معامله بالمثل. هذه هي مكارم الاخلاق. ربي قال ماشي هذه، قال لنا ربي سبحانه وتعالى فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه وشنو؟ ولي حميم. كيفاش هو مشنف كذا وانا ندير له واش راك؟ هي قال لك هكذا، قال لك باللي خذي العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه ما كاينش فيها حكايه اخرى عند ربي سبحانه وتعالى. قال لك انا نعطيك مكانه عاليه بصح ما تعاملش كيما هما. قال لك انت ارفع المستوى، انت باش تكون عندي عبدا رفيع المستوى لازم ما تكونش كيما هما، ماشي دار لك تولي انت سيء الاخلاق كيما هما وتولي ندخلوا في واحد الروضه ما تبقاش ما فيهاش حتى خير. علاه تولي انت يا سيء وانا سيء، نقابلك بالاساءه، شنفت عليا والله ما زيد دير ضحكه من عندي نشنف عليك وتولي المجتمع كامل معفن. لازم باش نحبسوا هذاك السيركوي كما يقولوا حنا واش نديروا؟ انت كي تشنف انا نضحك لك، انا راحت لك خلاص، ومن بعد ما عندكش وين تضرب، تولي الاخلاق السيئه ما عندهاش الصدى. اسرق نسرق، غاب المدير تاعي نغيب انايا، جا هو على 10 نجي انا على 9، جا خرج هو على 2 انا نخرج على 3، سرق المدير سرق مليار انا نسرق غير هذاك الباس ونسرق المفتاح ونسرق هذيك ونسرق هذيك. سما نمشيو واش نديروا؟ نولي المجتمع متعفن، وهذا مفهوم سيء للاخلاق، مفهوم سيء. قارا لي عند الدخله تاع الدار انا نقاري له عند الدخله تاع الدار. هذه الاخلاق عندنا احنا. كي تقول له يا فلان انت ماكش متربي ماشي متخلق، يقول لك لا هو بدا الاول. شفت الاخلاق عندنا كيفاش ولات عندنا عباره عن رده فعل. كي ترد برده فعل ترد بسوء الخلق ظن نفسك انك متخلق لانه صاحبك هو بدا. وعلاش ضربته؟ هو ضربني الاول. ما تضربوش لانه نقول لك حاجه، هذاك خوك وربي وصاها عليك كيما يماك وصاتك على خوك من باباك ويماك. شفت يماك قبل ما تموت وصاتك على خوك صغير وقالت لك بالك تضربه ولا تمسه، وهذا ولا كان يجيح شويه ولا خوك صغير وانت تولي هذاك خوك يطير في السماء ويدير كلش ونقول لك يا اسمع كيفاش راك صابر عليه؟ قلنا يما العزيزه وصاتني عليه قبل ما يموت، وربي وصاك علينا اكثر من يماك. ربي وصاك علينا باللي حنايا كي نتجهلوا عليك اصبر علينا. قال هذا خويا، راه ربي اللي وصاني عليه، هذا خويا تاع العائله الكبيره تاع المسلمين كامل. وش صاني عليه؟ ماشي بابا ولا يما، وصاني عليه ربي. قال لي خوك كي يجهل عليك اعرض عن الجاهلين. قال لك ما خليك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. قال لك هذو خاوتك مش مشكل، رحماء بينهم. قال النبي، قال ربي عز وجل على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رحماء بينهم. الله غالب اذله على المؤمنين. خويا مسلم قال لا اله الا الله سبني خويا بصح انا الفوقاني نطلع. وهذا هو الاخلاق. هذه عندنا احنا ما كاش، هذه ما كاش. وكي ما كاش هذه ما نولوش متخلقين. وهذه هي معرفه حقيقه الاخلاق. نقول لك انا الاخلاق واش هي، نعرفوا حقيقتها ومن بعد نروحوا لاهميتها ونذكروا فضلها ونذكروا اسبابها. الان حقيقه الاخلاق واش هي؟ شوف تعريفات العلماء الجرجاني وغيرهم تعريفات كثيره في الاخلاق. الان احنا ما نقولوش هي صفه في النفس تحمل صاحبها على بذل الخير وكف الشر، لا، احنا نقولوا حاجه تقدر تحفظها انت ونحفظها انايا وسهله بزاف. الاخلاق واش هي؟ 3 امور فيها، 3 امور: بذل الندى وكف الاذى بنيه لوجه الله. لوجه الله لازم تدخل لوجه الله. ودوك نقول لك علاه لوجه الله ندخلوها. شوف كف الاذى هو الاول. اول حاجه كف شرك قبل ما تمد لنا الخير تاعك. كف شرك، حبس لسانك، حبس عينك، حبس امورك اللي راك دير فيها تاذي الناس. كي تكف شرك الاول راك بديت الديماري خلاص، بديت تمشي في حسن الخلق. ومن بعد الحاجه الثانيه واش هي؟ بذل الندى، مد الخير للناس. ورايحين نتكلموا على هذا في امور مهمه جدا في فضل الاخلاق. الاحاديث اللي تعطتنا التعريف هذا راح نذكروها في فضل الاخلاق. من بينها كف الاذى. الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينصح في واحد الانسان صحابي، قالوا تعين على نائبه الظهر، وقالوا تحمل متاع اخيك
فتضعها على دابته لك بها صدقة، وأن تفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة. تروح تعمر الماء، لقيت خوك ما قدرش يعمر، كاين الغاشي ولا واش دير، تقول له أروح نعمر لك نص بيدون، أنا نعطيك نص بيدون تاع الماء، هذيك صدقة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال له هذاك الصحابي، قال له لو كان ما نقدرش ندير كامل هذا كامل، قال كف شرك عن الناس. تبدا منها، تبدا كف شرك عن الناس، حبس الشر تاعك. اول نقطه هذه هي. اقول لك انا عليها، انا نصورها لك بواحد الطريقه واحده اخرى، وهذه نحتاجوها بزاف. ولهذا شوف النبي عليه الصلاه والسلام، معاذ بن جبل، كان النبي عليه الصلاه والسلام يعطي له واحد الوصيه، لو كنت تتخيلها انت، تتخيل واحد ويبني له واحد، يبني له دار له بنيان كبير. فرائض الدين وسنن الدين اللي هي النوافل، علم له، قال له الجهاد ذروة سنام الدين، وعموده الصلاة، وبين له كامل الأركان. قال له هذو فرائض، هذو ما لازم تديرهم، هذو واجب عليك تديرهم. ومن بعد قال له روح نزيد نوري لك النوافل. قال له الصلاة هذه، الصلاة نور، تصلي في الليل صلاة النور، تزيد تدير راتبة في النهار، وتصلي تحية المسجد، وتصلي النوافل، هذه راهي نور من الله وزيادة في الخير. وقال له الصدقة برهان، الصدقة هذيك اللي تصدق عليها صدقة برهان عند ربي سبحانه وتعالى، برهان تدل على صدق إيمانك، برهان وحجة عند الله عز وجل. وذكر له نوافل ما شاء الله، هذيك النوافل علاه باش يزيد يكمل بها الدين تاعو، يولي الدين كامل. أعطى له بنيان بالنافلة والفريضة، بنيان بنانه كامل. ومن بعد واش قال له هنا عبوك واش دار له؟ هنا عمر له الكاميو كما يقولوا، عمر له الدابة، عمرها له بالعفش كما يقولوا، بالمتاع. ومن بعد واش قال له؟ قال له هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ انت كي تعمر شاحنة تعمرها بالقش ولا بالبضاعة، لو كان تنوض وتمشي خاسر، تطيح كامل، تطيح تروح، لازم لك الربط، لازم تربط. واش دير؟ تبدا تحوس كيفاش تربطها، كيفاش تغطيها عشتها، باش البضاعة تلحق سليمة لأهلها. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب المثل هذا وقال له هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ قالوا نوري لك واحد الحاجة تربط بها الحسنات اللي تلم فيهم باش ما يروحوا لكش منا ولا منا، باش البضاعة تلحق سليمة عند الله يوم القيامة. قال له بلى يا رسول الله، وريني كيفاش نحافظ على الحسنات. قال له أمسك عليك هذا، لسانك حبسه. هذا هو الصح في الدين. التاجر المليح هذاك واش يدير؟ هو اللي يحافظ على لي فويت. انت دوك تصور مليار في النهار، تقول انا عندي ندخل مليار في النهار، ما شاء الله، الله يبارك تدخل مليار في النهار، ومن بعد في العشيه تروح تسهر وتخسر 200 300 مليون في سهره. ومن بعد واحد من الخدامين يسرق لك شويه، وفي الدار يديو لك شويه، وتروح منه وتبذير وغير ذلك ومصاريف، تلقى روحك في اخر الشهر ما كاين والو. ومن بعد يجوا ولادك نقول لهم علاش ما خلي لكمش باباكم والو؟ يقول لك بابانا مسكين كان يدخل مليح بصح ما كانش شاد يده، كانت تروح في الحرام والليل، اللي يجيبها نهار يديها الليل. فهذيك لافويت، هذيك المزلق هذاك يخلي الانسان غير ناجح، يولي التاجر ماشي ناجح. لماذا؟ لانه لم يملك الملك الحقيقي، لان الملك الحقيقي هو الاخذ بزمام الملك لئلا يضيع، ماشي انك تكسب برك. هذه التجاره، التجاره انك تحافظ على المال تاعك ماشي تدخل برك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا بحسن خلقنا وكف شرنا عن الناس اننا نمسك هذه الحسنات والسيئات الا تذهب عند الناس. ولهذا سنسمع في بعض الاحاديث التي ستاتي معنا ان شاء الله قول الصحابي لما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان فلانه تصوم من النهار